السلام عليكم متتبعيني الكرام، كنتمنى تكونوا على خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم الطريقه اللي كندير البطاطا مشويه في الفران بدون زيت، يعني ما كنحتاجوش نقليوها في الزيت، كتجي احسن ملي كنقليوها في الزيت وصحيه. كما كتشوفوا معايا كتجي غزاله البنات، وكتجي بحال اللي تقولوا قليتوها في الزيت، يعني ما تفرقوهاش ما بينه اللي كتكونوا كتقليوها بطريقه سهله وكتجي صحيه. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه خليكم معايا حتى لاخر الفيديو، وان شاء الله طريقه سهله وغادي تعتمدوها عندكم في الدار دائما. نبداو على بركه الله. اول حاجه كنديروا كناخذوا الكميه ديال البطاطا اللي غادي نحتاجو، يعني كل واحد يعمل قياسه. اللي كنغسلوها مزيان كنقشروها وكنقطعوها على هذا الحجم هذا، يعني ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه، يعني تكون على هذا الحجم هذا كما كتشوفوا معايا، تقريبا بحال اللي كنكونوا كنقليوها عاديه، ولكن هذه شويه زايده عليها في الحجم. انا وريتكم الشكل يعني الحجم ديالها كيفاش كيكون بالضبط كما كتشوفوا معايا. من بعد ما كنغسلها وكنقطعها كندير واحد الاناء اللي كندير فيه الماء، كنخليه حتى كيغلى. ملي كيغلى كنضيفوا له واحد شويه ديال الملحه. ضروري البنات انكم تضيفوا شويه ديال الملحه باش كتدخل ديك الملحه في البطاطا. ما كنبقاوش نحتاجوا اننا نضيفوا لها الملحه، يعني كتكون ملحه وكطيب في الملحه، كذلك كتجي بنينه، يعني ما كتجيش باسله. كما كتشوفوا معايا من بعد ما غلى الماء ديالي فصافي كنضيف ديك البطاطا كنخليها حتى كتسلق، يعني تقريبا كتسلق 90%. يعني البنات ما تخليوهاش حتى ترفس، غير نضربوا فيها الموس ونحسوا بان الموس بدا كيدخل، يعني انها صافي تسلقت، يعني طابت. ما نحتاجوش حتى ترفس، حيت ما خصناش تترفس لنا باش تبقى الشكل ديالها زوين كما شفتوا معايا في الاول الفيديو. كما كتشوفوا معايا من بعد ما درتها تسلق كما كتشوفوا معايا، يعني هنا بدا كيدخل الطياب. انا مني جربت لقيتها ان صافي الموس كيدخل فيها، يعني انها مسلوقه. صافي طفيت عليها وصفيتها في واحد الشبيكه وخليتها حتى قطعت مزيان. كما كتشوفوا معايا كما كتبان لكم راها طايبه، يعني طايبه ولكن ماشي مرفسه، يعني هي راه مسلوقه ولكن ماشي مرفسه. يعني ما تخلي ردوا البال من هذه الناحيه البنات، ما تخليوهاش حتى ترفس باش تنجح معكم الوصفه. كما كتشوفوا معايا البنات هنا خديت واحد الطاوه، ممكن انكم ديروا الكاغيط ديال الزبده. انا فقط هنا درت واحد 2 معالق ديال الزيت اللي غادي ندهن بهم اللاطه ديالي. كما كتشوفوا معايا البنات من بعد ما دهنت اللاطه صافي كنضيفوا عليها داك البطاطا، يعني كنفرغوها على ديك الصينيه. الا استعملتوا الورق بلا ما تدهنوا اللاطه، فقط كتوضعوا البطاطا وكتضيفوا عليها واحد 2 معالق ديال الزيت، ديال زيت العود، او ممكن تستعملوا زيت المائده، يعني كيبقى اختياري. كما كتشوفوا معايا هنا تقريبا ضفت واحد 2 معالق ديال الزيت، وكنبداو بحال هكذا كنحركوا كما كتشوفوا معايا. ممكن انكم تضيفوا الملحه، الا كنتوا درتوا الملحه قليله في الماء ممكن انكم تضيفوا شويه د الملحه. كما كتشوفوا معايا هنا انا زدت ضفت واحد شويه د الملحه، لانني ما كثرتش الملحه في السليق، ولكن ضروري ديروها في السليق، مهمه البنات. كما كتشوفوا معايا من بعد غادي نبدا ناخذ واحد شي حاجه بحال هكذا كما كتشوفوا معايا، بحال هاد اللعيبه اللي كنقلب بها البغرير، وغادي نبقاو نقلبوا بها ديك البطاطا باش ديك الزيت يعني يدخل فيها. او الا عندكم رشاشه، شي رشاشه اللي تكونوا كتستعملوها هكا تكون صحيه، ديروا فيها شويه الزيت وبقاو ترشوها على البطاطا باش البطاطا كلها كتدهن، باش ملي كندخلوها للفران كتحمر لنا كما كتشوفوا معايا. او ممكن تستعملوا فقط الطريقه اللي استعملت انا. على هادشي البنات قلت لكم ما خصهاش تسلق بزاف باش ما تكونش كتهرس لكم. كما كتشوفوا معايا من بعد ما كنبقى نقلبها حتى كنحس بها انها دهنت كامله كما كتشوفوا معايا. دابا البنات خصو الفران يكون عندنا شاعل، وغادي ندخلوا الفران. انا شعله له من التحت ومن الفوق، ممكن انكم الا كانت مسلوقه مزيان تشعلوا لها فقط من الفوق كما كتشوفوا معايا، وكنخليها العافيه عليها من الفوق وكنخليها كتحمر. ملي كنحس بها انها تحمرت كما كتشوفوا معايا، شوفوا الشكل ديالها كيفاش جا البنات،
جات غزاله. صافي كناخذوا ديك اللي كنقلب بها البغرير، وكنبقى كنقلب البطاطا باش كتحمر لي من جوج الجهات كما كتشوفوا معايا. بحال هكذا كنبقاو البنات كنقلبوها، وعاوتاني كنسرحوها على اللاطه كامله وكندخلوها للفران باش عاوتاني تكمل التحمر ديالها. انا هاد الطريقه البنات هي اللي ولات عندي معتمده صراحه الله، صحيه، لان كما كتعرفوا الزيت راه ماشي صحيه لجسم الانسان، وفي نفس الوقت كتجي زوينه يعني، وكتجي خفيفه يعني، ما كتجيش ثقيله، ما كتجيش شاربه الزيت بزاف يعني، كتجي خفيفه وكتجي يعني فحال اللي تقول مقليه، وكذلك اقتصاديه كما كتشوفوا معايا. من بعد ما رجعتها للفران كذلك تحمرت. كنبقاو بهاد العمليه البنات حتى كتحمر لنا كامله كما كتشوفوا معايا. كيكون هذا هو الشكل ديالها. شوفوا كيفاش محمره البنات، يعني محمره من جميع الجهات فقط. غير بقاو تقلبوها حتى كتحمر لكم كما كتشوفوا معايا. هنا انا عملت العشيوي، قليت شويه د البطاطا اللي قليتها في الفران كما كتشوفوا معايا، يعني شويتها في الفران. وكذلك حتى الصوصيط ما كنعمل له لا زيت لا والو، فقط كنديرو في شي اناء وكندخلوه للفران حتى هو حتى كيطيب من التحت. كنشعل عليه البوطه من التحت، من بعد ما كيطيب كنطلعوا للفوق كيتحمر كما كتشوفوا معايا، وكيكون هذا هو الشكل ديالو. عشيوي خفيف البنات ظريف يعني، وكيوجد في اقل وقت. وكما كتشوفوا معايا بالنسبه للشليضه هنا عملت شويه ديال الخس، قطعت مع واحد جوج حبات ديال المطيشه، واحد شويه ديال البصيله كما كتشوفوا معايا يعني. غديوي، ساهل وصيفي. كما كتعرفوا في الصيف كنبغيو غير شي حاجه ناشفه، ما كنبغيوش ديك كثره المرقه. وبالنسبه للشليضه الثانيه فانا هنا خديت البربه اللي سلقتها مزيان، ومن بعد ما قشرتها قطعتها وقطعت عليها شويه ديال البصله رقيقه، وغادي نضيف عليها شويه ديال المعدنوس. انا هاد الشلاضه هذه كتحمقني كما كتشوفوا معايا. وكيكون هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه نكون فدتكم، وطريقه سهله وفكره العشاء ممكن انكم توجدوه يعني بابسط الاشياء، ولكن يكون صحي ومتوازن. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا وديروا لايك للفيديو الا عجبكم. في امان الله وحفظه.